السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب تالتة إعدادي، بنكمل حل علوم من كتاب الامتحان 2026 الترم الأول. وصلنا لأسئلة الكتاب المدرسي على الوحدة الأولى، ودي كراسة التدريبات اليومية هنحلها مع بعض. دي صفحة 20. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. واحد، وحدة قياس السرعة. هنختار متر على الثانية لاختيار رقم ب. ليه؟ لأن السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة على الزمن، المسافة بالمتر والزمن بالثانية، متر على الثانية. وحدة قياس العجلة، هنختار الاختيار رقم ج، متر على الثانية تربيع. ليه؟ لأن العجلة بتساوي السرعة على الزمن. السرعة على الزمن، والسرعة بالمتر على الثانية، متر على الثانية. وفي كمان المقام في زمن ثانية تانية، إذا متر على الثانية في الثانية، متر على الثانية تربيع. الإزاحة كمية فيزيائية. الإزاحة هي نفسها المسافة، بس المسافة في اتجاه محدد، والمسافة وحدة قياسها متر لاختيار رقم أ. أما متر على الثانية دي سرعة، متر على الثانية تربيع دي عجلة. طبعا هي أسئلة الوحدة سهلة، أسئلة الوحدة سهلة جدا. مقدار تغير سرعة جسم متحرك في الثانية الواحدة يساوي. هنا في سرعة وزمن، سرعة وزمن. سرعة على الزمن يعني عجلة، هنختار العجلة لاختيار رقم ج. يكون الجسم متحرك بسرعة منتظمة أو سرعة ثابتة. عندما هنختار الاختيار رقم ب. يتحرك بعجلة تساوي صفر. طيب لو الجسم المتحرك بيتحرك بسرعة ثابتة أو منتظمة، ساعتها مفيش عجلة، العجلة بتساوي صفر لاختيار رقم ب. الجسم المتحرك بعجلة منتظمة، طيب هنختار الاختيار رقم ب. تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. بالنسبة للاختيار رقم أ، تكون سرعته النهائية مساوية لسرعته الابتدائية. لو عين واحد بتساوي عين اتنين، دي سرعة منتظمة. لو سرعة منتظمة مفيش عجلة، العجلة بتساوي صفر، فألف غلط. ج، يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، دي سرعة منتظمة زي رقم واحد. لو سرعة منتظمة مفيش عجلة، العجلة بتساوي صفر، ج غلط. فهي رقم ب، تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. وطالما قال السرعة بتزيد، إذا دي عجلة منتظمة موجبة. العجلة كمية فيزيائية قياسية ولا متجهة؟ متجهة. طيب وحدة قياس العجلة متر على الثانية تربيع، فهنختار رقم أ. العجلة كمية فيزيائية متجهة لأن ليها اتجاه، ووحدة قياسها متر على الثانية تربيع. متر على الثانية تربيع لأن العجلة بتساوي السرعة على الزمن. متر على الثانية على الثانية يعني متر على الثانية تربيع. مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن، سرعة وزمن دي عجلة، لأن العجلة بتساوي السرعة على الزمن لاختيار رقم ج. أي العلاقات البيانية التالية سرعة وزمن تصف حركة جسم بسرعة ثابتة؟ السرعة الثابتة اللي هي السرعة المنتظمة ليها تمثيلين، ليها تمثيلين بيانيين، مسافة وزمن وسرعة وزمن. طيب لو مسافة وزمن فهيكون خط مستقيم موازي لمحور الزمن لاختيار رقم ج. سرعة وزمن وخط مستقيم موازي لمحور الزمن. التمثيل البياني التاني للسرعة المنتظمة أو الثابتة، لو مسافة وزمن هيكون خط مستقيم مائل بادئ من نقطة الأصل. سيارة تتحرك في خط مستقيم بحيث تقطع مسافة كلية في زمن كلي ز، فإن السرعة المتوسطة للسيارة تتعين من العلاقة عين داش، يعني السرعة المتوسطة بتساوي ايه؟ القانون السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. المسافة الكلية على الزمن الكلي فيها على زين لاختيار رقم أ.
إذا تحرك جسم من السكون حتى بلغت سرعته 12 متر على الثانية بعد 2 ثانية من الحركة، فإن رقم 1 التغير في سرعة الجسم بيساوي كام متر على الثانية؟ التغير في سرعة الجسم دلتا عين، دلتا عين بتساوي عين 2 سالب عين 1. عين 2 السرعة النهائية عندنا 12 متر على الثانية، سالب عين 1 السرعة الابتدائية 0 لأن الجسم بدأ الحركة من السكون. 12 سالب 0 12 متر على الثانية. مقدار العجلة بيساوي كام متر على الثانية تربيع؟ القانون جيم العجلة بتساوي دلتا عين على دلتا زين. نعوض في القانون، دلتا عين مقدار التغير في السرعة حسبناه 12 على دلتا زين الزمن عندنا 2 ثانية، 12 على 2 6. السؤال الثالث مسائل متنوعة. مسألة 1 سيارة تتحرك من السكون حتى تصل سرعتها إلى 25 متر على الثانية خلال 10 ثانية. ما مقدار العجلة التي تتحرك بها السيارة؟ بنكتب القانون. مقدار العجلة التي تتحرك بها السيارة ج بتساوي عين 2 سالب عين 1 على دلتا زين. نعوض في القانون، عين 2 السرعة النهائية عندنا 25 متر على الثانية، سالب عين 1 السرعة الابتدائية 0. ليه 0؟ لأنه قال لنا سيارة تتحرك من السكون، يعني عين 1 سرعتها الابتدائية بتساوي 0 على دلتا زين الزمن قال لنا 10 ثانية. 25 سالب 0 يعني 25. 25 على 10 بتساوي 2.5 متر على الثانية تربيع. في خلال 2.5 ثانية تزايدت سرعة سيارة من 20 متر على الثانية إلى 25 متر على الثانية، بينما تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى 5 متر على الثانية. أيهما تحركت بعجلة أكبر؟ هنحسب جيم العجلة للسيارة ونحسب جيم العجلة للدراجة. في الحالتين بنكتب القانون، العجلة بتساوي عين 2 سالب عين 1 على دلتا زين، عين 2 سالب عين 1 على دلتا زين. نحسب الأول العجلة ج للسيارة. عين 2 السرعة النهائية عندنا 25 سالب عين 1 السرعة الابتدائية عندنا 20 على دلتا زين الزمن قال لنا 2.5 ثانية. 25 سالب 20 5. 5 على 2.5 2 متر على الثانية تربيع. نحسب جيم العجلة للدراجة. عين 2 السرعة النهائية عندنا 5 متر على الثانية، سالب عين 1 السرعة الابتدائية قال لنا تحركت من السكون، يعني عين 1 السرعة الابتدائية بتساوي 0 على دلتا زين الزمن. هو الزمن للسيارة والدراجة هو الزمن 1 2.5 ثانية. 5 على 2.5 بتساوي 2 متر على الثانية تربيع. طيب أيهما تحركت بعجلة أكبر؟ العجلة هنا طلعت 2 وهنا طلعت 2، إذا العجلة متساويين، فالإجابة العجلة. أيهما تحركت بعجلة أكبر؟ العجلة التي تتحرك بها السيارة تساوي العجلة التي تتحرك بها الدراجة. الاتنين بيساووا بعض 2 متر على الثانية تربيع. آخر سؤال، أكمل الفراغات الموجودة في الجدول التالي. طيب هنا في رقم 1 نحسب السرعة. القانون السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة على الزمن 100 على 25. في رقم 2 عايز المسافة. القانون المسافة بتساوي السرعة في الزمن، 5 في 10 ب50. في رقم 3 عايز الزمن. القانون الزمن بيساوي المسافة على السرعة، 96 على 8 12. الفيديو الجاي إن شاء الله
هنحل النموذج الأول من نماذج امتحانات عامة على الوحدة الأولى.